ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم عن الدكاتره. دكاتره كتير، ناس كتير. انا لفيت على دكاتره مصر كلها، في الكلى، في الذئبه، في القلب. كان تفاوت اراء، كلام كتير لحد ما استقريت على الدكاتره. الكلى انا كنت اكتر من 15 دكتور رحت له، وكل اللي يروح له اقدم له الورق، اقدم له تحاليل، اقدم له حاجتي، يقول لي انتي جايه لي ليه؟ انت خلاص تغسلي، انتي لا تغسلي لا تزرعي. طب يا دكتور انا جايه عشان اتابع معاك الغسيل. لا 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 لا، انت خلاص، انت خلاص كده، خلاص. روحي لدكتورة المناعة. طب يا حضرتك دكتورة المناعة عايزة دكتور كلى يتابع مع حالتي. لا، روحي لدكتورة المناعة. انت خلاص، انت جالك فشل، روحي ازرعي، انت لسه عندك 27 سنة، روحي ازرعي. طب يا دكتور ازرع ايه حضرتك؟ انا اجيب منين نص مليون جنيه عشان ازرع؟ طب تمام معايا الحالة، روحي دكتور. انت مش حالتي اصلا، انت خلاص يا بنتي، انت دخلتي غسيل، انت جايلي ليه؟ فالحمد لله يعني ربنا وقعني بدكتور كويس جدا، شاطر جدا. بصراحة بروح له، بيقعد معايا بالظبط في الكشف اكتر من ساعة ونص، بيتكلم معايا، بيشوفني، بيكشف عليا، بيشوف تحاليلي، بيتكلم معايا في الجلسة، اظبط الجلسة ازاي، اعمل الجلسة ازاي، الدنيا كانت عاملة معايا ايه. يعني ربنا يبارك له، يعني بعد ربنا هو ودكتورة المناعة. فانا حابة بس يعني اي حد عايز يروح لدكتورة مناعة شاطرة بجد، هي خدتني من تحت طلعتني لفوق. انا ما كنتش كده حرفيا، انا ما كنتش كده اول ما رحتها. انا كنت منفخه، جسمي كله منفخ، ما بتحركش. انا بيسندوني، يطلعوني، يسندوني، يدخلوني الحمام، يقوموني، يشربوني ميه، ان انا ارجع اقعد كده واتكلم واروح واجي وارجع تاني لشغلي واعمل شغل الهاند ميد اللي انا كنت بعمله، وانزل اجيب الماتيريال واجيب الحاجه. يعني الفضل يرجع لها. دكتور اسمها ريم حمدي، في الدقي، في شارع مصدق 42، شارع مصدق. لو اي حد عايز ارقامها يبعتلي وانا اقوله. ودكتور دكتور الكلى محمد ممتاز، عند القصر العيني برضو، ده دكتور شاطر جدا جدا جدا. بالنسبة بقى لدكتور القلب، اني طبعا الضغط دكتور قلب هو اللي يظبطه، ولا دكتور كلى ولا دكتورة مناعة. دكتور احمد يسري في الهرم برضو، انا ضغطي كان بيبقى 200 100، ما بينزلش، ضيق تنفس مفيش خالص. شاطر برضو، ظبط لي الضغط. كان عندي ارتفاع في الضغط الشرياني الرئوي، ظبطهولي. انا نفسي ده ما كنتش بقدر اخده، انا ما كنتش ولا اعرف اقعد ولا اعرف انام ولا اعرف اعمل اي حاجه في الدنيا بسبب ضيق التنفس اللي عندي. وهو الحمد لله يعني بعد ربنا رجعني تاني ان انا اعرف اتنفس، وان انا اعرف ارجع تاني اعيش حياتي. دول اشطر 3 دكاتره بعد لف على مصر كلها في الدكاتره. فلو اي حد حابب ان هو يروح يبعتلي وانا هبعتله الارقام وكده. بجد ان تروحوا وانتوا مغمضين عينيكوا، الناس دي هترجعكوا تاني زي ما كنتوا بالظبط، ولا كان عندكوا اي حاجه. سلام.